استنى، انت جاي تعمل فيديو عن ايه؟ عن التدخين. لا استنى، يعني فيديو وعظ حرام وحلال؟ لا خالص يا سيدي. يعني انت تطلع تقول لنا السيجاره بتقتل وبطل عشان صحتك وفكر في اللي بيحبوك؟ برضه لا. امال ايه؟ انت عارف ان الناس بتتفرج وهي مولعه سيجاره دلوقتي؟ عارف. ومش خايف يحسوا بالذنب؟ لا انا جاي احكي قصه ايه؟ سيجاره حب من اول نفس؟ قصه واحد كان مدخن مش وراها وبطل، مش لانه فاضي، لانه كان مضغوط. استنى، بطل وهو مضغوط؟ ايوه. طب ده مش طبيعي. ما هو ده موضوع الفيديو اصلا. طب سؤال مهم، انت هتجاوب على السؤال اللي كان المدخن بيساله؟ انهي سؤال؟ هو التدخين ده ابتلاء من ربنا ولا احنا بنحب نعلق الغلط؟ تعال اقول لك حاجه، خليني احكي لك. عايز اقول لك حاجه من قلبي. انا مش جاي اهاجمك ولا اقول لك عيب. انا كنت مكانك وعارف الاحساس كويس. عارف ان السيجاره تبقى صاحبك في وحدتك، تبقى فاصل بينك وبين الدنيا. خليني احكي لك عن نفسي بصراحه. انا ما كنتش مدخن عادي، انا كنت مدخن معتمد رسميا. يعني ايه؟ يعني السيجاره ما كانتش رفاهيه بالنسبه لي، دي كانت جزء من الروتين اليومي بتاعي، زي الموبايل، زي المفاتيح، زي المحفظه. لو نزلت من البيت ونسيت المحفظه عادي، لو نسيت الموبايل نرجع له. نسيت السجاير لا، نلغي المشوار كله. انا كنت بدخن في كل حاله نفسيه. مبسوط سيجاره، مخنوق سيجاره، مضغوط سيجاره، قاعد فاضي سيجاره، مش فاضي برضه سيجاره. كنت فاكر ان السجاير بتخليني اهدى واعرف افكر، بتخليني استحمل الشغل والضغط. بس الحقيقه انا ما كنتش بهدى، انا كنت بس بسكت دماغي. كنت بستخدم السيجاره كزرار ميول، بستعملها وقت ما احب اسكت دماغي، ومع الوقت ما بقيتش اعرف اهدى من غيرها، ولا اركز من غيرها، ولا اتعصب من غيرها. يعني انا كنت مدخن؟ لا، انا كنت متكئ عليها. والاخطر ان كنت مقتنع اني مسيطر، بقول انا ممكن ابطل في اي وقت، دي مجرد عاده مش ادمان يعني. بس لو كنت مسيطر فعلا، ليه كنت بتوتر لما السجاير تخلص؟ ليه كنت احسب الوقت بين كل سجاره والتانيه؟ ليه كنت اربط شغلي ومزاجي بحاجه واحده؟ ساعتها ما كنتش شايف ده، كنت شايف ان كل ده طبيعي، وان كل الناس بتعمل كده، وان دي وسيله للتعايش. بس الحقيقه انا ما كنتش عايش، كنت بهرب. والهروب ده هو اللي خلاني اقف واسال نفسي سؤال واحد، السؤال اللي غير كل حاجه. وفي لحظه معينه وانا مضغوط في الشغل ومخنوق ومش طايق نفسي، السيجاره كانت في ايدي، بس الاول مره ما دخنتهاش على طول. وقفت وبصيت لها وحسيت احساس غريب، مش اشتهاء، لا، احساس شك. هو ليه انا محتاجها بالشكل ده؟ ليه كل لما اتوتر اول حاجه ادور عليها هي السجاير؟ وساعتها جه سؤال اللي عمره ما كان بيجي في بالي قبل كده، هو التدخين ده ابتلاء من ربنا؟ يعني هل ربنا حاطط السيجاره دي في طريقي عشان يختبرني، ولا انا اللي كل مره بختار اسهل طريق الهروب؟ احنا دايما بنحب نعلق الغلط على شماعه كبيره، ونقول ان هو ابتلاء، وانه ضغط وشغل، وانه زمن صعب. بس السؤال الحقيقي ما كانش ليه ربنا عمل كده، السؤال كان انا بعمل ايه؟ انا كنت بستخدم السيجاره كحل لاي مشكله ومن غير ما افكر في المشكله اصلا. وساعتها فهمت حاجه صغيره بس وجعتني، ان السيجاره ما دخلتش حياتي فجاه، انا اللي فتحت لها الباب واحده واحده لحد ما بقت صاحبه البيت. اللحظه دي كانت اول مره احس ان قدام اختيار حقيقي، مش قدام سيجاره، قدام نفسي. يا اما اكمل زي ما انا واقنع نفسي ان ده ابتلاء وارتاح مؤقتا، يا اما اواجه السؤال ده حتى لو اجابته وجعتني. والاجابه دي خلتني اخد قرار ما كنتش متخيل اني اخده ابدا. اصعب قرار انك تبطل وانت محتاج لها، مش وانت فاضي، ولا وانت رايق، ولا وانت والدنيا ماشيه معاك، لا، وانت في عز ضغطك، وانت ومكسور نوم، وانت ودماغك مليانه مشاكل. انا كنت في المرحله دي بالظبط، شغل كتير وتفكير زياده، واي حاجه صغيره كانت بتعصبني. يعني لو الكيبورد علق توتر، لو النت بطيء توتر، لو حد قال لي ممكن نراجع ده تاني بيكون انفجار داخلي عندي. وفي وسط ده كله طلعت الجمله اللي بتطلع دايما، مش دلوقتي، ابطل بعدين. بس المره دي وانا بقولها حسيت اني بضحك على نفسي. هو في وقت مناسب للهروب، ولا الهروب دايما بيلاقي مبرر؟ لو ما بطلتش وانا مضغوط عمري ما هبطل، لان الضغط مش هيخلص، والشغل مش هيخلص، والدنيا مش هتستنى لما ابقى جاهز. فالقرار ما كانش بطوله، ما كانش شجاعه خارقه، كان عناد مع نفسي مش مع اي حد. عناد اني ما اهربش المره دي. قلت خلاص من اللحظه دي مفيش سيجاره. وطبعا عقلي اشتغل فورا، طب سيجاره اخيره، طب واحده من باب الذكرى، طب واحده لغايه بكره. بس كل مره اسمع الصوت ده افتكر سؤال، هو انا بواجه ولا بهرب؟ وانا باخد القرار ده ما كنتش عارف اللي مستنيني، ما كنتش عارف ان اصعب جزء هو اللي جاي.
خليني اقول لك الحقيقه من غير اي فلاتر. اول 3 ايام كانوا وحشين، مش صعبين بس، لا وحشين، مش دراما مش تهويل، ده حقيقه. انا كنت متعصب على نفسي وعلى اي حد يقرب لي، كنت بتخانق مع الحاجه قبل ما تحصل. يعني واحد داخل يشرب ميه، الكوبايه تقع، توتر، التليفون يرن، توتر، حد يقول لي مالك، اتوتر اكتر، جسمي كان تايه، دماغي ما كانتش فاهمه في ايه، متعود على حاجه وفجاه اتسحبت، كان في صداع وكان في قلق وكان في احساس ان في حاجه ناقصه. واكتر حاجه ضايقتني ان انا كنت فاكر ان عصبي كده عشان سيجاره، بس اكتشفت ان العصبيه دي كانت جوايا من زمان، السيجاره كانت بس بتغطيها. اول 3 ايام علموني درس مهم، انك لما تبطل مش بتخسر حاجه، انت بتقابل نفسك، بتقابل توترك وغضبك وضغطك من غير مسكن. ودي كانت اول مره بحس اني مش بهرب، حتى وانا متعصب وحتى وانا مخنوق كنت اقول لنفسي ماشي انا عصبي، بس عصبي من غير سيجاره، وده انجاز لوحده. كل ساعه كانت انتصار صغير مش مبين بس حقيقي. وبعد اول 3 ايام حصلت حاجه ما كنتش متوقعها خالص، حاجه خلتني ابص للتدخين بشكل مختلف تماما. بعد اول 3 ايام وانا لسه متلخبط، بدأ السؤال يرجع تاني بس المره دي بشكل اهدى، هو التدخين ابتلاء فعلا؟ يعني هل ربنا حطني في اختبار اسمه سجاره، ولا انا كنت كل مره بختار طريق سهل، طريق الهروب؟ وهنا بقى لاحظت حاجه غريبه، ان ربنا ما غصبنيش في يوم ان ادخن. اول سيجاره كانت باختياري، وتاني سيجاره كانت باختياري، كل مره كنت بقول اخر واحده وكنت بختار غيرها. ساعتها فهمت فرق مهم، ان الابتلاء مش دايما الحاجه اللي قدامك، الابتلاء في انك تعمل ايه بالحاجه دي. التدخين ما كانش عقاب، كان رساله بتقول لي انت مش محتاج تهرب، انت محتاج تواجه. السيجاره كانت بتخليني اهرب من الضغط ومن الخوف ومن التوتر ومن مسؤوليه ان انا اتعامل مع نفسي. يعني بدل ما اقعد ارتب افكاري بولع سيجاره، بدل ما اواجه اولع سيجاره، بدل ما اعترف اني تعبان اولع سيجاره. بس لما شلت السيجاره فضلت انا بكل عيوبي. وساعتها عرفت ان ربنا ما كانش بيختبرني في التدخين، كان بيختبرني في الصدق مع نفسي. هل هفضل اقول اصلي ولا هقول اني مسؤول؟ والاجمل بقى ان بعد ما فهمت ده بدات اشوف الفرق الحقيقي في صحتي وفي شغلي وفي دماغي. بعد ما بطلت فترة ما حصلش سحر، ما صحتش فجأة إنسان جديد يعني، بس حصلت تغييرات حقيقية. أول حاجة لاحظتها نفسي بقى أطول، مش بس الجري أو الحركة، لا ده في الحياة عموما. يعني المشكلة اللي كانت بتخليني أولع سيجارة بقيت أعديها وأنا واقف من غير ما أدور على ولاعة. دماغي بقت أصفى، مش أسرع، لا أصفى. كنت قبل كده بحس إن الأفكار زحمة، في دوشة جوه دماغي. بعد ما بطلت الدوشة قلت، شغلي اتحسن، مش عشان أنا عبقري بس عشان كنت حاضر، مش متشتت، مش مستني بريك سيجارة، مش رابط تركيزي بحاجة. وأهم حاجة بقى إن بقيت أهدى في اتخاذ القرارات، مش برد فعل ومش بانفعال. التفكير اتغير، بقيت لما اتوتر اسال نفسي انا متضايق ليه، مش فين السجاير. الصحه كمان فرقت، نومي احسن، جسمي ما بقاش تقيل زي الاول. بس اكبر تغيير احساسي بنفسي، اني قادر، واني لما اقرر اكمل، واني ما هربش. وده احساس ما كنتش اخده من اي سجاره في الدنيا. وعشان كده لو انت مدخن وبتسمعني دلوقتي، عايز اقول لك حاجه من قلبي، انا مش جاي هاجمك ولا اقول لك عيب ولا اقول لك حرام ونخلص الحكايه. انا كنت مكانك وعارف الاحساس كويس، عارف ان السيجاره تبقى صاحبك في وحدتك، تبقى فاصل بينك وبين الدنيا، تبقى اللحظه اللي انت بتاخد فيها نفس وتقول اهو هديت. بس خليني اقول لك حاجه مهمه، انت مش ضعيف، انت بس بتتعامل مع الضغط بطريقه غلط. كل واحد فينا عنده ضغط وشغل ومسؤوليه ووحدة وخوف. السيجارة مش السبب، كانت الحل السريع، بس فاتورته بتتحسب بعدين. لو فكرت تبطل مش لازم تبقى سوبر هيرو، مش لازم تبقى 100%، كفاية انك تبقى صادق مع نفسك. اسأل نفسك سؤال محدد، انا بدخن ليه؟ بهرب ولا توتر ولا عادة؟ لما تفهم السبب القرار بيقرب. ولو لسه مش مستعد تبطل ولا يهمك، بس على الاقل بطل تكذب مع نفسك. عايزك تقف قدام نفسك وتقول انا بدخن علشان مش عارف اواجه دلوقتي. والصدق ده لوحده اول خطوة. والكلام ده مش نهاية القصة، لا ده بدايتها، لأن في الآخر كلنا بنختار يا نواجه يا نهرب. أنا بلا رئة، أنا واحد من اللي أفسدوا من الملايين المصريين اللي بوظوا حياتهم بالسجاير بهذه اللعبة الحقيرة اللي اسمها السيجارة. وكل إنسان يدخن يتهيأ له إنه الناس كلها هتعيا ما عدا هو. الرئة فسدت، يعني ملخص الكلام. فأنا دلوقتي زي السمك، بس يعني بتنفس من مخيشين. في الآخر أنا مش طالع أقول لك إن قصتي مثالية، ولا إني وصلت، ولا إني خلاص بقيت إنسان تاني. يعني أنا واحد كنت مدخن بشراهة وبطل وما زال بيقاوم، بس الفرق إني بقيت واعي،
وعي ان التدخين ما كانش ابتلاء بمعنى العقاب، كان اختيار. كل مرة كنت بولع سيجارة كنت بختار ان اهرب، وكل مرة كنت بختار ما اولعش كنت بواجه. طب لو انت بتسمعني وبتفكر طب لو انا، احب اقول لك مفيش وقت مثالي، مفيش ضغط هيختفي فجأة، بس في لحظة صدق بتفرق كل حاجة. حتى لو ما بطلتش دلوقتي يكفي انك تفكر، انك تسأل، انك تبقى واعي. لو الفيديو ده لمس حاجة جواك اكتب كومنت انا مستعد اواجه، حتى لو المواجهة لسه مش دلوقتي. ولو تعرف حد مدخن او حد بيهرب من ضغطه باي طريقة ابعت له الفيديو ده، يمكن يكون سبب. ولو حابب فكرة المحتوى اللي انا بقدمه علق بالايموجي ده. عايزك تفتكر حاجة مهمة، ما تهربش من نفسك، لان اول خطوة للراحة انك تواجه نفسك. كان معكم يوسف المصري، عاش عليك انك وصلت للدقيقة دي، وبكده اقدر اقول لك سلام.